محمد رمضان طبعا كلنا عارفين انه شخصية مثيرة للجدل جدا، ودايما بيعمل حاجات كتير علشان الترند. والحفلة اللي عملها في امريكا أثارت الجدل وعلق عليها عدد كبير جدا من المذيعين والمحاميين وكمان النقاد، لأنه استفز الشعب كله بالملابس بتاعته، بالأخص أنه رفع العلم المصري وهو لابس بدلة رأس نسائية، وكمان كان حاطط العلم في الخلفية، وده طبعا غير مقبول تماما. بس خلينا أقول لكم إن الحفلة اللي عملها في أمريكا ما كانتش علشان الترند نهائي، وخلينا أعرفكم ده من خلال علم النفس. هنعرف بالتفصيل محمد رمضان ألوان زي ما ناس كتير بتقول، ولا الموضوع أعمق من كده بكتير. لو عايز تعرف التفاصيل الكاملة لتصرف محمد رمضان وما وراء الكواليس من خلال علم النفس ولغة الجسد، خليكم معايا للنهاية. محمد رمضان عارف قواعد اللعبة كويس جدا، ومش هو أول ولا آخر واحد لبس ملابس نسائية، كان في قبله فنانين كتير وبعده هيجي فنانين ومشاهير أكتر. تعالوا نعرف في البداية ايه اصل الملابس اللي محمد رمضان كان لابسها. هل هو اول من ارتداها ولا كانت موجودة بالفعل؟ خليني اقول لكم ان ايام زمان كان في شخص يسمى خاه، وهم كانوا رجال بيؤدوا رقصات شرقية وبيرتدوا ملابس نسائية في الحفلات أو الملاهي الليلية، وده لأن الرقص كان وقتها بيعتبر عيب على النساء في بعض الفترات أو الأماكن، أو بسبب المنع الديني والاجتماعي، فكان الرجال هم اللي بيقوموا بالأدوار دي ويرقصوا. وظهرت الظاهرة ديت في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وبدأت كمان تتوثق بوضوح في مصر في أوائل القرن العشرين، تحديدا سنة 1919، وكانت موجودة بكثرة جدا في الملاهي والمقاهي والحفلات الخاصة وبعض الموالد. والسؤال هنا، هم ليه كانوا بيلبسوا لبس نسائي؟ الهدف الأساسي هو كان تقليد الراقصات النسائية الشرقية، لأن ده كانوا بيطلبوه جدا في الحفلات، وكمان كان جزء من العروض الفنية اللي بتجمع بين الرقص والغناء والتمثيل. وأحيانا كان في جانب ترفيهي ساخر، ولكن في حالات تانية كان فيها إثارة واستعراض. وفي بعض الفترات كانوا مشهورين جدا، وبعضهم كان معروف بالاسم في مجال الرقص، وكمان كان ليهم جمهور. ولكن رجال الدين والمجتمع المحافظ كان بينتقد ده جدا، وكانوا بينظروا ليهم كرمز للانحلال. والظاهرة دي كانت موجودة في بلاد تانية، وفي بعض الدول كانوا بيسموهم المخنثين أو الراقصين، وكان ليهم طابع ثقافي خاص. ولحد دلوقتي في رجال كتير بتلبس بدل الرقص دي وبترقص على أساس إنه فن، والناس بتسميهم خاه. وده كان نشأة الكلمة. بعد ما عرفنا أصل اللبس والكلمة، تعالوا نعرف ليه محمد رمضان لبس كده. هل زي ما اتقال عليه إنه، وطبعا كلنا عارفين معنى الكلمة دي ايه؟ خليني اعرفكم ان محمد رمضان عمل كده وكان لابس سلاسل وملابس نسائية ومعري بطنه، مش علشان ترند ولا حاجة، ولا علشان هو الوان، ولكن الموضوع اعمق من كده بكتير واكبر مما تتخيلوا. اللي عمله محمد رمضان ده كان بعض من الطقوس، وهي اهانة اي رموز للتحرر والاذلال، وهنشوف رمز ليهم دلوقتي. والطقوس دي اسمها طقوس الاذلال. ولو لاحظنا هنلاقي محمد رمضان جسمه كله سلاسل، وبالأخص حوالين البطن، والسلاسل دي معناها الخضوع والذل والسيطرة على الشخص، يعني احنا اللي متحكمين فيك وانت تحت السيطرة تماما. اما عن الجسد العاري والتشبه بلبس نسائي، هو نوع من انواع الاذلال وتجريده من هويته، وهو طقس التجرد والضعف والاذلال، زي بالظبط جون سينا لما تجرد تماما من ملابسه وظهر قدام الناس على المسرح عاري تماما في حفل اوسكار. وده مش مجرد صدفة أو شيء عابر، ده طقس من طقوس الإذلال. ولبس محمد رمضان كان هدفه رسالة معينة، مش علشان الحفلة بس، ده علشان يرتقي لمرحلة أكبر وأعمق، وعلشان يتقبل في المرحلة اللي بعد كده لازم يمر بعمل طقوس الإذلال، وهو بيكون لا إما إذلال رمزي أو تعرية معنوية، علشان يثبت خضوعه وولاءه ليهم، وإنه مستعد للتضحية بأي حاجة علشان ياخد صلاحيات أكبر، زي إنه محدش يقدر يتحكم فيه وهو اللي يكون متحكم في كل حاجة. ومش ملاحظين إن الحفلة والطقوس دي اتعملت بعد مشكلة ياسمين صبري؟ ياسمين صبري لما رفعت عليه قضية هو ما كانش متقبل ده،
وإن محمد رمضان يجر ناعم مع ياسمين صبري دي كانت كبيرة عليه جدا، وطبعا هو كان لازم يجر ناعم مع ياسمين لأنها رفعت عليه قضية، ودي كانت مأثرة عليه نفسيا جدا. علشان كده كلموا المنظمة اللي كلنا عارفينها علشان يرتقي لمرحلة ما ينفعش حد ينافسه فيها، ما ينفعش حتى إن حد يجادله، ويكون محمي ويكون هو الإله على الأرض، يكون فوق الكل، هو يتحكم في الناس ومحدش يتحكم فيه، وإن هو اللي يحدد مصيره ومحدش يقدر يوقفه. وده ظهر لينا في أكتر من أغنية، إنه دايما كلمات أغانيه بتظهر عليها سيطرة وتحكم ونفوذ، وإن هو الأعلى من أي حد. ولو لاحظنا هنلاقي كل أغانيه بتحتوي على رموز غريبة وشيطانية، زي إنه يغطش عين واحدة وطبعا معناها معروف، وغير إنه بيستخدم حيوانات زي الأسود والنمور واللي بتدل على السلطة والقوة، ودايما بيعمل الرمز ده بإيده واللي بيدل على الشيطان. وجميع الأشكال الهندسية اللي بتكون موجودة بيكون ليها مغزى ومعنى من المنظمة. وحتى في أغنية الملك وبيظهر محمد رمضان ومعاه أسد، واللي بيدل على طقوس الإذلال، إن هو الحارس والمسيطر وإن هو الملك الأوحد. وظهور النمر الأبيض أحد رموز القوة والسيطرة، ودايما هنلاحظ إن على طول بيلبس اللون الأسود، وده لأن المنظمة بتلبس اللون ده وهي بتعمل الطقوس ده، غير إنه في أغلب أغانيه لابس نضارة، واللي بتدل إنهم مش حابين حد يعرف هويتهم، وده برضو بيكون من الطقوس. ودايما هنلاحظ إضاءة من أماكن مختلفة شديدة جدا، واللي بتدل على التنوير، ده غير ان الناس دايما بنلاقيها ملمومة حواليه، وفي ناس بترقص حواليه رقصات غير مألوفة، واللي بتدل ان هو اللي بيتحكم فيهم وهو رقم واحد، وان كل دول خاضعين لأوامر وتحت سيطرته. وهنلاحظ حركة دايما بيعملها في جميع أغانيه، واللي بتدل ان الكل تحت سيطرته وانهم قاتشين ليه لما يشدهم اليه، ده غير دايما بنشوف نار ودخان، ومعناه ان علشان يتولد ملك لازم يتخلص من اصله اللي مخلوق من طين علشان يتم اعادة احيائه تاني ويكون مخلوق من نار، لانه علشان يدخل مع المنظمة دي لازم يتم فصله عن شخصيته القديمة ويتولد من جديد من نار، وبكده بيكون من ضمن افراد النخبة. وفي اخر حفلة ليه محمد رمضان كان لابس نضارة سوداء، واللي بتدل على فقدان واخفاء الهوية، واللي وراه كانوا لابسين اقنعة، واللي بتدل على الانفصال عن الذات واخفاء الهوية، علشان هيتم بعد كده زرع هوية جديدة، وان الاشخاص اللي في الخلفية دول تابع ومستعدين لتلقي الاوامر من قائدهم الاكبر والاعلى اللي هو محمد رمضان. وفي الكليب ده محمد رمضان واقف جوه دايرة، وكل الناس بتعمل نفس الحركات وبتنفذ الأوامر، وده من أخطر المشاهد اللي أقدر أقول لكم عليها، لأن ده طقس من طقوس المنظمة، وهو طقس الإخوة السرية، بأن الشخص بيكون في نص الدايرة والكل حواليه وبينفذوا أوامره وإعلان الولاء ليه. ولو لاحظنا هنلاقي هو لابس أسود واللي بيرمز إلى الموت والتجديد، واللي ورا لابسين أحمر ده بيدل على الدم والتضحية والقوة، وكان راسم على ظهره مفتاح الحياة، وكان لابس برضه في ايده مفتاح الحياة واللي بيرمز للحياة من جديد. ومفتاح الحياة بيعبر عن الهواء والمية، وهم اساس الحياة على الكون بطريقة مرئية او غير مرئية، واللي بيعبر كمان عن رحم الانثى اللي هي أساس الحياة على الأرض، والدايرة اللي في الحزام اللي بتعبر عن دايرة الإخوة السرية، والخاتم النسائي اللي بيدل على الإخضاع والإذلال لتشبهه بالنساء، ولونه الأحمر اللي بيدل على التضحية بأي حاجة وإنه ممكن يعمل أي حاجة علشان يثبت الولاء. والنضارة السوداء معناها إخفاء الهوية، يعني أقدر أقول إن سواء الكلمات أو الموسيقى أو الناس اللي معاه وحتى الحركات والرقص والملابس مش مجرد صدفة، دي كلها ليها رموز عميقة جدا ومحسوبة بعناية شديدة. طيب خلينا اقول لكم ليه محمد رمضان عمل كده. من الجانب النفسي محمد عاش عيشة صعبة جدا وطفولة قاسية جدا، كان تحت مستوى الفقر بمراحل. لما اشتغل في التمثيل وجاله فلوس انبهر جامد جدا، لان اكل حاجات ما كلهاش قبل كده وشاف حاجات ما شافهاش وعاشها قبل كده، حياة ما كانش يحلم بيها زمان. علشان كده هو جوه نفسه ممكن يعمل اي حاجة علشان خاطر الفلوس، لان كمان ما فيش حد ساعده زمان، وكمان كانت الناس بتيجي عليه جامد جدا. هو عاش حرمان مش بس مادي، عاش حرمان عاطفي ونفسي، ما كانش فيه اي حد بيدعمه، ما كانش فيه اي حد كمان بيتعاطف معاه. علشان كده قرر يدوس على الناس كلها علشان هو يطلع، لاني ما شافش حنية من اي حد ولا شاف تعاطف من اي حد. تعالوا نشوف مع بعض لغة جسد محمد رمضان بتقول لنا ايه وندمجها بالتحليل النفسي. ودي فرصة حلوة ليا والجمهور العربي
هنا هو بيقول لنا ان دي فرصة حلوة ليه انه انضم للمنظمة، وبيأكد لينا انه هدفه هنا هو الجمهور العربي، وبيبص ناحية الشمال لتحت، وده معناه في لغة الجسد ان الشخص ده بيفتكر كلام حد قالهوله وعايز يقوله بالنص، لان جوه النص ده رسالة معينة. نثبت لأمريكا وللعالم صوتنا عالي قد إيه. ولما قال هنا نثبت لأمريكا وللعالم صوتنا عالي، هز راسه بالموافقة ورجع بص تاني ناحية الشمال لأسفل علشان يفتكر الكلام اللي اتقاله بالنص. وهنا لما قال صوتنا عالي قد ايه، ما قالش صوتي عالي، كان بيجمع، يعني هنا هو بيوصل رسالة ان عددهم كتير، دليل على التأكيد بصوتهم العالي والمسموع. رسالة وهنوصلها. ورجع قال رسالة هنوصلها لأن عارف هدفه كويس قوي، وإنه بيأكد على توصيل رسالة معينة للجمهور العربي. ولما قال رسالة هنوصلها كان بيميل براسه ناحية اليمين مع النظر للكاميرا ورفع دقنه، وده معناه التحدي والإصرار. وهنا رجع بص تاني كان بيفتكر حاجة، ولكن ما كانش فيه حاجة ينفع يقولها، فكان متردد وهو بيقول الفن. الفن. شايفينه وهو بيقول الموسيقى كان بيقولها ازاي؟ هو عارف ان الموسيقى مش موسيقى عادية، ولكنها بتعبر عن طقوس معينة. وبالموسيقى. وأنهى كلامه بأن هم زي ما علمونا، يعني هو كان بيتعلم كل حاجة من حركات ولبس وكلمات، سواء في الأغاني أو في الفيديو ده. وبالانترتينمنت زي ما هم علمونا، وهي معناها التسلية والمتعة أو إشغالهم بطريقة ممتعة زي الأغاني والإلهاء من العادات والتقاليد المعروفة. محمد رمضان اتعاقد مع شركة وعمل ليهم إعلان علشان يقضوا على أخواتنا في الأراضي المحتلة، وبعد كده عمل برنامج في رمضان وهو مدفع رمضان، وكل الناس كانت بتجري عايزة تتصور معاه وفرحانين بيه جدا علشان شوية فلوس. هل نظرتك لمحمد رمضان اتغيرت ولا لسه هتدافع عنه وعنهم؟ قول لعقابتك طلع السلاح وروح.